أنا ما اتصوّرتش أبدًا يبقى التفكير كده. كمجموعة اتفقنا إن إحنا هنطلع رحلة لمصنع الدخيلة في إسكندرية والترسانة البحرية، فهنبات ليلة يعني، خلاص يالّا بينا. رئيس القسم في الكلية كان أصلًا إسكندراني، فحجز لنا في بيت شباب هناك. وإحنا بنحسب بقى الفلوس وكده، لقينا إنها ممكن نجيب فطار في الأتوبيس، تمام، نجيب بيض مسلوق. صديقي قال لنا: "لأ." "ليه يا صديقي؟" قال لك: "الناس بتاكل البيض المسلوق من هنا وتبدأ تطلّع غازات، وإحنا في مكان مقفول، فإيه، إيه الحلاوة دي؟" خلاص، بدأنا نعمل الفطار ونجهز، وأنا خدت بالي دلوقتي إني رغم إني اتبسطت في الرحلة دي، بس ما كانش فيها حاجة كبيرة تتحكي، ده يمكن الخناقة اللي حصلت مع السواق، وحاجات كده شخصية بقى بيني وبين زمايلي ما أعتقدش إنها تنفع تتحكي هنا يعني، لإنها حاجات تافهة أوي، بس من الحاجات اللي أنا كنت مبسوط بيها في حياتي. دي لو مذكراتي لازم أحُط فيها الرحلة.